السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، بحبكم جدا جدا. النهارده قراءتنا مع الاسبوع الثاني لشهر ديسمبر 2023 لبرج الدلو. قراءة عاطفية. بس قبل ما ابدا القراءة فانه ليس امرا، ما تنسوش اللايك، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبة للقراءات المجانية تتابع معايا بث المباشر على القناة، وفيديو القراءات المجانية كل جمعة، والعروض الأولى اللي بتنزل يوميا على القناة. بناخد التعليقات منين أو الأسئلة منين؟ في فيديو القراءات المجانية ليوم الجمعة، من خلال التعليقات اللي انتوا بتعلقوها على فيديوهات اليومية اللي بتنزل على القناة. خلاص، أكتر شخص بيعلق هو أكتر شخص بيكون ليه الفوز يعني بقراءة مجانية ليوم الجمعة إن شاء الله. القراءات الخاصة يا جماعة، لينك الفيسبوك، رقم الواتساب عندك في صندوق الوصف تحت الفيديو، تقدر ان انت تتواصل معايا لحجز قراءتك الخاصة. برج الدلو، هذه قراءة عاطفية ربما تكون معكوسة. شوف طاقتك فين أثناء القراءة وروح لها. نبدأ على طول، بسم الله. تسرعت، انت متسرع، تسرعت في العلاقة دي. برج الدلو، طاقة العلاقة نفسها كوين اوف وانز، نايت اوف كابس، كينج اوف سورد. حب، رغبة، صراع. حب، رغبة، صراع. هنا بشوف ان في بينك وبين الشخص دوت اختلافات كتير، وكل واحد عنده افكار تانية. تمام، انت عندك افكارك عنه وهو عنده افكاره عنك، يعني انتوا الاتنين مختلفين. بس هنا النايت اوف كابس بيقول لي ايه؟ ان في مشاعر بتضمكم، في حب، في مشاعر. خلاص، والشخص ده بيحاول يثبت نفسه ليك بكل الطرق الممكنة، ان انا حد كويس وان انا حد فاهم. بيحاول يثبت لك فكرة معينة هو شغال عليها معاك. انا شايفة ان انت بتفكر ياما، بتفكر ياما في العلاقة دي. المشكلة هنا ان الخلاف، ان الشخص ده عايز ياخد كل حاجة. كل واحد ليه فكرة. هو الشخص ده او الشريك ده عايز ياخد كل حاجة، في حين انت لازم تسمع كلامي وتديني اللي انا عايزه. كل حاجة، كل حاجة انا عايزها لازم تديهالي مادام انت بتحبني وعايزني. فاهمني كده؟ هنا في عقبات تمنع. انت ليك مبادئ، وهنا انت ليك تفكير خاص، وهنا هو ليه عكس افكارك وليه عكس مبادئك وليه عكس كل حاجة. خلاص، فهنا الخلاف على ايه؟ على ان انا عايز كل حاجة وانت مش عايز تدي كل حاجة. هنا انت لازم تسمع كلامي في كل حاجة، وهنا انت ليك شخصية لازم تفرضها. هنا انا عايز اعيش براحتي، ولازم انت اللي تدللني، ولازم انت اللي تدلعني، ولازم انت اللي تجري ورايا، ولازم انت اللي تهنن فيا، ولما اكون زعلان تصالحني، ولما مش عارفة ايه تيجي ورايا، وهكذا بقى. هلم ما جرت. فهمت؟ انا شايفة طاقتك انت دلو، انا شايفاك في صورة انت محتار. انت محتار ما بين ان انا اقفل حياتي عليا وانسى الشخص دوت واطلعه بره حياتي مع السلامة، وما بين ان هو يدخل حياتي واكمل معاه
واتعب على العلاقة دي عشان يتغير واجتهد عليه ما دمت بحبه. انت ما بين الاتنين، وما بين احساس في المشاعر باينة ان انت حاسس ان انت ندمان واخطأت في هذه العلاقة وانك تسرعت في الاختيار. احيانا بيجي عليك وقت تقول يا ريتني ارجع لوقت ما قبل ما عرفته كنت اقوى من كده واحسن من كده، ما كانتش المشاعر هتسيطر عليا بالشكل دوت. انت ندمان على الوقت اللي انت فيه حالا، الوقت اللي انت فيه مش قادر تسيطر على مشاعرك، بتحاول تحجب مشاعرك على قد ما تقدر، ولكن الحيرة مش بتنيمك الليل. بتشوفه بكل الزوايا مختلف عنك تماما، ولكن مشاعرك رايحاله. حاسس ان في مشاكل وراه وان في تحديات كبيرة هتواجهها، وان الامر مش سهل وان العلاقة متعبة، بس برضو عايز تكمل. او بالاحرى انت محتار، ولكن انك تكمل دي هي الاحتمال الاقوى. بتشوف الشخص دوت شخص مش قادر تفهمه ومش قادر تفهم ردود فعله ابدا معاك، دايما غير متوقع بالنسبة لك، ودايما عايزك انت اللي تضحي وانت اللي تعمل وانت اللي تقدم، وان هو دايما في حيرة من امره، وعايز دايما يستنى ما ياخدش خطوة تجاهك، مش عايز ياخد خطوة. تطلب منه حاجة ما يعملهاش، يوعد وما يوفيش، فده بيقلقك منه وبيحيرك فيه، مش عارف الشخص عايز منك ايه بالظبط. طاقته هو يكره الالتزام ويعشق الحرية، يكره الالتزام ويعشق الحرية. هو شخص دايما بيلقي عليك اللوم، وحاليا اصلا الطاقة اللي بينك وبينه فيها خلاف وبيلقي اللوم عليك فيه. ربما بسم الله الرحمن الرحيم. ربما عامل بلوك. والكينج اوف كابس انا شايفة ان هو بيفكر فيك وبيحبك، بس عايز يسيطر عليك بالشكل اللي هو عايزه عشان تنفذ اللي هو عايزه، فيلقي اللوم عليك كتير في كل حاجة بتحصل، ويبعد عنك ويزهدك ويقفل المكالمات بينك وبينه ويعمل لك بلوكات. علشان ايه؟ يكسر فيك عظمتك وكبرك وتبدأ تخضع ليه في كل ما يطلبه. حاليا بقى انا شايفاه في المشاعر ناين اوف سورد كأنه مصدوم. ممكن مصدوم لان انت مش بتجري وراه، لان انت اصلا لحد دلوقتي انت مخدتش قرار، انت ما بين الحيرة، انت ما بين ده وما بين ده، انت مش عارف تعمل ايه. لكن هو مصدوم، وربما عنده اخبار ان انت عايش حياتك، او اوريدي هتبدأ حياة جديدة، او اوريدي عندك طرف تالت. فهنا ممكن تكون دي كمان صدمة بالنسبة له، ولكن في مشاعره ان انا عايزة اقرب منه، وان هو اشتاق لك جدا. خلي بالك، مش مشتاق للوقت اللي انتوا فيه ده، هو مشتاق للوقت اللي كنتوا فيه حبايب، بتتكلموا مع بعض، بتتواصلوا مع بعض، في كلام بينكم وبين بعض. فهمني؟ الوقت عشتوه كان حلو مع بعض. بيشوفك ان انت بتتشافى من العلاقة وعايز بداية جديدة، وان انت ما خدتش قرار معاه، ولكن قررت ان انت تكون نفسك. وان انت مش عايز تقدم حاجة لشخص ما بيعملش عشانك حاجة. ده الواضح معاه. تعال نكمل. تعال نشوف كده يا دالو رسائل عقل الباطن من الشخص دوت اتجاهك ايه. كينج اوف وانز، ناين اوف سورد. زي ما قلت هو زعلان، زعلان جدا كمان في حاجة هو عرفها زي ما قلت لك، او حاسسها معاك، او تصرفاتك الفترة ديت وتغييرك عليه مزعله. وكينج اوف وانز بيفكر فيك جدا، يعني بيقولك انا شايل همك وزعلان منك ومش قادر اطلعك من دماغي. التلاتة مع بعض. عايز اعرف رد فعلك ايه. خطوات تغيرات كبيرة. انا شايفة ان الصراع الفترة اللي جاية بيهدى كتير جدا جدا جدا، ولو هو عامل بلوك هيفك، لو هو مش عارفة ايه هينهي، لو في صراع او في مشاكل هتخلص، بس مش هيبادر بكلام.
هيشوف رد فعلك. الفترة اللي جاية فترة اختبار، يعني هيشوف رد فعل اداله ايه وعلى اساسه هيقرر هيعمل ايه. فاهمني كده؟ فايف وانس، صراع شديد والتغيرات كبيرة في هذا الصراع، يعني نهاية لهذا الصراع. والكوين اوف بنتكل، الشخص ده هيبقى عايز يشوف رد فعل منك، يعني بيعمل كده عشان يشوف رد فعلك. طيب تعمل ايه مع الوضع ده؟ تعمل ايه مع الشخص ده؟ فور فونز و شيروت، كمل في طريقك، كمل في طريقك، ويعني حاول ان انت تتواصل معاه بشكل فيه ايحاءات لكن مش شكل مباشر. وحاول ان انت تشغل عقله وتحيره وتخليه يفكر فيك، شده، الفت انتباهه، لكن انت برضه ما تبادرش معاه. بصي يا علاقة، فرصة جديدة هتجمع بينك وبين هذا الشخص. شايفة أسرار كتير كتير الشخص ده بيتكلم فيها معاك، وبيبدأ إن هو يحكي معاك في كل تفاصيل حياته. وشايفة عوض حلو جدا جدا من ربنا يا برج اداله في هذه العلاقة. فالعلاقة حلوة مش وحشة، بس هي محتاجة منك شوية وقت، شوية جهد، شوية تعب، وإن أنت تفهم إيه اللي بيحصل حواليك كويس وتعرف تتعامل صح. رسائل الرومانس. شيردرين، لو في اطفال بينك وبين هذا الشخص حاول ان انت ما تفكرش او ما تاخدش قرار بناء عليهم. ولو ما فيش، طيب يبقى ما نتعاملش في سذاجة مع الشخص دوت، نتعامل بطريقة اعمق شوية. عندك افتح قلبك واستقبل اكبر طاقة ايجابية من الكون الفترة المقبلة، يعني عندك حدث قوي جدا تقدر تتبعه في اتخاذ اي قرار انت عايزه. شخص من الماضي بيعود ليك برج الدلو الفترة القادمة. نهاية فترة كان فيها تعب، معاناة، تضحية عشتها، ألم، عذاب، لأن أنت شخص طيب وشخص عادل وصافي القلب. ربنا بيساعدك وبيديلك اللي أنت عايزه، وسوف تتحول أفكارك لأفعال على أرض الواقع. يعني ربنا بيعوضك كمان من الناحية المادية أو العملية الفترة اللي جاية. تحقيق أمنية كانت مستحيلة على قلبك يا برج الدلو. أنت تدخل فصلا جديدا قويا من حياتك، لا تخف، أحلامك ستصبح حقيقة، سوف تتكاثر بركاتك. توأم روحك يظهر لك هناك، لقد اشتاق إليك هذا الشخص. لسه بقولك هو اشتاق لك لفترة طويلة ويحلم بالتواجد معك. أنت جاهز؟ هل أنت جاهز لتلتقي به؟ طاقات الأبراج اللي ظهرت معانا النهاردة نارية، ترابية، هوائية، مائية. كل الأبراج نزلت. الأبراج الكبيرة من حيث الطاقات من قوتها لضعفها هنقولها دلوقتي حالا، ثواني. ترى عذراء جدج، حوت سرطان عقرب، ميزان دلو جوزاء، أسد قوس حمل. بكده تكون خلصت القراءة. شكرا لكم، أشوفكم على خير. توحشوني جدا جدا، مستنيكم في قراءات تانية كتير. أرجو لو عجبتكم قراءة السوشيال لايك اشتراك في قناة فايز الرجاء. يسركم جديد. باي باي.